تخيل معايا ولد صغير عايش في قرية كورية بسيطة وبيصحى قبل الفجر عشان يشتغل في الحقل لمدة 17 ساعة في اليوم، وكل ده عشان في الآخر ياخد وجبة واحدة بس. لكن الولد ده هيبقى في يوم من الأيام صاحب شركة من أكبر شركات السيارات في العالم. الولد ده اسمه تشونغ جو يون، مؤسس شركة هيونداي. أهلا بيك في قناة هاني ماني، ولو أنت جديد في القناة فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقية عن الشركات وعالم البيزنس. اتولد تشونغ سنة 1915 في قرية فقيرة جدا في كوريا، وكان حلمه بسيط، كان نفسه يبقى مدرس، بس الفقر ما كانش بيسمح حتى بالحلم، لأن وقتها التعليم كان رفاهية، وتشونغ ما يعرفش أصلا يعني إيه رفاهية، لأنه من وهو صغير كان لازم يشتغل في الحقل جنب أبوه وأمه ويعرق تحت الشمس، وكل ده عشان بس في الآخر كان ممكن ياكل وممكن لا، لأن حتى الأكل وقتها في كوريا ما كانش مضمون، حتى اللبس يعتبر شبه معدوم. أما العلاج بقى فالله أعلم، أنت وبختك. وفي يوم من الأيام اضطر تشونغ ياخد شوية خشب ويمشي بيهم لمدينة قريبة عشان يبيعهم، وهناك شاف حاجة ما كانش متخيلها، شاف ناس بتاكل كويس وكمان بتلبس كويس، والأغرب من ده إن هم عايشين من غير ما يشتغلوا في الحقول طول النهار. والمنظر ده خلاه فاق وحس إن في حياة تانية بره القرية دي، حياة ممكن يعيشها لو اتجرأ وأخد خطوة واحدة بس، والخطوة دي إنه يهرب من قريته الفقيرة. وفي يوم سمع خبر عن بناء موقع في مدينة قريبة منه، والموقع ده كان طالب عمال، والخبر ده بالنسبة له ما كانش مجرد إعلان، ده كان عبارة عن نداء للهروب من الفقر. وفعلا سنة 1932 وهو عنده 16 سنة بس أخذ القرار وهرب من البيت مع صاحبه، ومشى حوالي 60 كيلومتر لحد ما وصل مدينة اسمها كون اللي كان فيها الشركة اللي طالبة العمال، وهناك بدأ من الصفر. اشتغل عامل بناء وكان شغل شاق وفلوسه قليلة، لكن كان بداية الطريق، ورغم التعب والشغل الشاق ده كان تشونغ سعيد، لأنه كان لأول مرة في حياته بيكسب رزقه بنفسه من غير ما يمد إيده لحد. بس الفرحة للأسف ما كملتش. بعد حوالي شهرين أبوه عرف مكانه ورجعه بالعافية للقرية، ورجع تاني للفقر والحقل اللي فيه الشمس اللي كانت بتاكل جسمه. أهله كانوا فرحانين إنه رجع، بس تشونغ كان جواه نار. الشهرين اللي قضاهم في المدينة كانوا كفاية إن هم يشعلوا جواه شغف عمره ما هينطفي، لأن ساعتها عرف إن عقله مش في الزراعة خالص، عقله في البناء وفي الهندسة. ومن ساعتها حاول يهرب تاني، وللمرة التانية فعلا بيهرب، وفي كل مرة أبوه كان بيلاقيه ويرجعه. لكن في المرة الرابعة سنة 1934 كان عنده 18 سنة، قرر إنه يهرب وما يرجعش تاني، ووصل لعاصمة كوريا الجنوبية، وهناك اشتغل في أي حاجة، عامل بناء، عامل مصنع، لحد ما لقى شغلة عامل توصيل في محل رز كان اسمه بوكيانغ. بس اللي حصل هناك كان بداية الحلم الحقيقي. تشونغ اشتغل بإتقان وإخلاص، والناس لاحظت ده، وعشان كده في خلال 6 شهور بس بقى مدير المحل، ومن هنا بدأ يحط حجر الأساس لأول مشروع في حياته. اشتغل وكافح، نظم الحسابات وزود الزباين وخلى اسم المحل معروف. وفي سنة 1937 صاحب المحل تعب جدا وكان عارف انه خلاص مش هيقدر يكمل، فقرر انه يسلم المحل لتشونغ. تخيل كده، شاب عنده 22 سنة كان بيشتغل في التوصيل ودلوقتي بقى صاحب المحل، وفي 2 شغل بس تشونغ خلى المحل من افضل ما يكون، كسب ثقة السوق وبنى سمعته وكان ماشي في طريق النجاح. لكن الدنيا دايما ما بتمشيش على هواك. الحرب العالمية الثانية كانت شغالة، وكوريا كانت تحت حكم اليابان، واليابان قررت تسيطر على كل مخزون الرز وتلمه للجيش، وضربت كل محلات الرز في كوريا، وطبعا محل تشونغ كان من ضمنهم. كل تعبه راح في ثانية، واتدمرت كل حاجة بناها بإيده، وحزن جدا لكنه ما انكسرش، وقال لنفسه ساعتها طول ما بشتغل بإخلاص حتى لو وقعت هرجع أقف تاني. وده بالظبط اللي عمله. قرر يخرج بره سيطرة اليابانيين، فكر وركز على فكرة مفيش حكومة هتعترض عليها، وتكون بعيدة عن الرز، وتكون الحكومة هي اللي محتاجاها، ووصل لتصليح العربيات. وفي سنة 1940 أخد قرض ب 3000 ون كوري وفتح ورشة لتصليح السيارات في منطقة اسمها أودو. بس الحظ كان ضده للمرة التانية، بعد شهر واحد بس الورشة اتحرقت
وكله راح. النار اكلت الحديد والخشب واكلت كمان الامل. دلوقتي تشونغ بقى عليه دين وعليه تعويضات للعملاء، وهنا اي حد طبيعي كان هيستسلم، لكن تشونغ فعليا ما كانش حد طبيعي. اخد قرض تاني اكبر ب 3500 ون كوري ورجع بنى الورشه من جديد، بس المره دي عمل حاجه خلى الورشه تكسب اسرع. تشونغ اخد باله ان الناس مش مشكلتها بس جوده التصليح، انما الناس مشكلتها الاساسيه في الوقت الكتير اللي بيضيع في انتظار الإصلاح. وهنا قرر يخلي السرعة هي نقطة تميزه. المنافسين كانوا بيصلحوا العربية في 20 يوم، أما تشونغ كان بيعملها في 5 أيام بس، وده خلى الورشة تكسر السوق. وما بين سنة 1940 وسنة 1943 ورشته بقت من أنجح الورش في المنطقة كلها. كبرت الورشة وكبرت معاها الأحلام. عدد الموظفين فيها وصل ل 80 شخص. وتشونغ سدد كل ديونه وبدأ يحس لأول مرة إن الحياة ابتسمت له، واستقر هو وعيلته في مدينة سيول، وعمل شركة مع الورشة بتاعته وسماها هيونداي لخدمات السيارات. وهنا كلمة هيونداي معناها الحداثة، وده بالظبط اللي كان بيحاول يوصله، انه يكون الاحدث والاسرع في الصيانة. والشغل بدأ يكتر والزبون بدأ يثق فيه، واسم هيونداي بدأ يتنطق في الشارع. لكن عين تشونغ كانت دايما شايفة اللي ابعد من كده. لاحظ ان القوات الامريكية في كوريا بدأت تبني مباني وكمان مخازن ومنشآت عسكرية، وهنا لمح فرصة ذهبية في مجال البناء. صحيح ما كانش عنده خبرة كبيرة في البناء، بس خبرته المتواضعة رجع لأيام الشغل في بناء المواقع زمان. المهم سنة 1947 كان عنده ساعتها 31 سنة، أسس شركته الجديدة شركة هيونداي للأعمال المدنية، وقرر يشتغل مع الحكومة. في الأول المشاريع كانت صغيرة وبسيطة، بس بفضل تسليم مواعيد تشونغ المظبوطة الشركة بدأت تمسك مشاريع ضخمة، وبقى مجال البناء هو الشغل الرئيسي لتشونغ، وكل حاجة كانت ماشية زي الحلم. لكن الحلم اتشق من النص. 25 يونيو سنة 1950 قامت حرب جديدة. كوريا الشمالية هجمت على كوريا الجنوبية، والقوات الشمالية كانت بتقرب بسرعة من سيول. تشونغ أخد عيلته ومدخراته وهرب بسرعة على مدينة بوسان. لكن الاستسلام مش وارد في قاموس تشونغ. في عز الحرب كان الجيش الأمريكي بيقاتل جنب كوريا الجنوبية، وكانوا محتاجين حاجات أساسية: خيم ومستودعات ومباني مؤقتة ومقرات عسكرية. وهنا رجعت هيونداي للواجهة. تشونغ كان راجل بيعرف يقرا اللي ما بين السطور. شاف الجنود الامريكانيين بيبنوا ويصرفوا، لكن كان في حاجة اهم من الفلوس ناقصاهم: الثقة. الامريكان كانوا عايزين حد يسلم في الميعاد مظبوط من غير تضييع وقت، وتشونغ كان معروف بده وقتها. ابتدى بفريق صغير وقاعدة واحدة بس، ولو السعر مناسب كان بيقبل أي مشروع مهما كان حجمه. الحرب كانت شغالة والمخاطر كانت كبيرة، لكن تشونغ عمره ما أخلف ميعاد. والمرة دي التزامه في الحرب كان هو الاستثمار الحقيقي، والنتيجة بنى علاقة ثقة مع الأمريكان. وبعد ما انتهت الحرب سنة 1952 استمرت العقود تيجي الهيونداي. ومع بداية مرحلة إعادة إعمار كوريا، الحكومة الكورية بدأت تبني الجسور والسدود والطرق بأسرع ما يمكن، وكل ده كان عن طريق هيونداي. وسد سو يونغ أكبر سد في كوريا هيونداي هي اللي بنياه، وطريق كيونغ بالسريع أهم طريق بيربط سيول ببوسان برضه هيونداي هي اللي عاملاه. وفي الستينات تشونغ كان في أوائل الخمسينات من عمره، بقى راجل عنده شركة مقاولات ناجحة ومئات المشاريع وراه. لكن الرضا ما كانش في القاموس. هو بقى عنده طرق، بس الطرق دي كانت فاضية. كان لازم يصنع عربيات تمشي عليها. سنة 1967 أسس شركة هيونداي موتورز ودخل عالم السيارات. والسنة اللي بعدها سنة 1968 عمل صفقة مع فورد الأمريكية، والاتفاق كان هيونداي تجمع عربيات من فورد داخل كوريا. والمشروع المشترك ده مشى كويس لمدة 2 سنين، لكن بعد كده المشاكل بدأت تظهر. فورد ما كانتش عايزة تشونغ يصنع عربياته الخاصة، وكان واضح ان هم مش شايفين هيونداي شريك متكافئ. وتشونغ كمان ما كانش عنده استعداد يكون مجرد منفذ لبيع عربيات فورد. وفي سنة 1973 أنهى الشراكة مع فورد وبدأ يدور على شراكة تانية، وراح لجنرال موتورز واترفض.
وراح لفولكس فاجن وبرضه اترفض. واخيرا وفي نفس السنه لقى الفرصه عند شركه ماتسوبيشي موتورز اليابانيه. ماتسوبيشي وافقت تشاركه التكنولوجيا والتصنيع، والاهم انها وافقت ان هيونداي تصنع وتبيع عربياتها باسمها. وفي الوقت ده بالظبط طلعت الحكومه الكوريه بقرار مهم جدا. القرار بيقول ان كل شركه سيارات لازم تطور عربيه محليه للمواطنين بسعر مناسب واعتماديه عاليه، وتكون مصنوعه بالكامل باجزاء كوريه. وتشونغ كان جاهز قبل اي حد. سنة 1976 دي السنة اللي كل الكوريين هيفتكروا انها بداية نقلة تاريخية في الصناعة. تشونغ أسس مصنع جديد وأطلقت هيونداي أول عربية كورية بالكامل مش تجميع، وسموا العربية هيونداي بوني. سعرها كان معقول وتصميمها بسيط، وباعت هيونداي آلاف من سيارة بوني، وسيطرت على 60% من سوق السيارات في كوريا الجنوبية. وبقت هيونداي رسميا أكبر شركة سيارات في البلد. والاقتصاد الكوري كان بيطلع لقدام، والناس بدأت تكسب أكتر، والطبقة المتوسطة بتكبر يوم بعد يوم. ومع كل ده الطلب كان على العربيات كان بيزيد. وكمان تشونغ ما كانش بيخطط انه يبيع جوه كوريا بس، هو كان بيصنع عشان العالم كله. سنة 1980 بدأ فعليا بناء مصنع ضخم، وبعدها بسنتين سنة 1982 خرج للنور جيل جديد هيونداي بوني 2 بعشرات التحسينات في الشكل والجودة والتكنولوجيا. وعملت برضه هيونداي اكسل، تعتبر الرصاصة اللي دخلت بيها السوق الامريكي، لان امريكا وقتها كانت ارض الموت لاي شركه سيارات جديده. السوق مقفول، واليابانيين واكلين الجو بعربياتهم الاقتصاديه، والالمان ماسكين فئه الرفاهيه بقوه. وهنا تشونغ كالعاده ما دخلش من الباب اللي الناس كلها فيه، لكن دخل من ثغرة ذكية. شاف ان السيارات الصغيرة محدش مركز فيها، وسوق العربيات المستعملة ضخم جدا، والمستهلك الامريكي بيدور على حاجة رخيصة لكن موثوقة. فقال يعمل ايه؟ يقدم سيارة جديدة بالكامل بس بسعر عربية مستعملة، وكمان عليها ضمان 5 سنين، لدرجة ان الناس قالت هو ده المجنون اللي بندور عليه. وفي سنة 1986 هيونداي باعت 170 ألف سيارة من ماركة أكسل في أمريكا. وفي سنة 1987 اتباعت 260 ألف سيارة. هيونداي اكسل بقت السيارة المستوردة الأكثر مبيعا في أول سنة ليها في أمريكا، ولا تويوتا ولا هوندا ولا فولكس فاجن قدروا يعملوا كده. اللي حصل في هيونداي ده أقرب للخيال. شركة بدأت من شاب فقير بيشتغل في الحقول عشان ياكل وجبة واحدة، بقت بتنافس جنرال موتورز وفورد على أرضهم وكمان بلعبتهم اللي هي العربيات. هيونداي مش مجرد شركة، دي مؤسسة أعادت بناء بلد بالكامل بعد حروب، ووفرت مئات الآلاف من الوظائف، ورفعت اسم كوريا الجنوبية للعالم كله. وبس كده. ولو عايز تشوف قصة تانية عن ريادة الأعمال ممكن تشوف قصة ياهو، أو تشترك في القناة وتكتب لنا عايز الفيديو الجاي عن شركة إيه. وفي الحالتين شكرا جدا على المشاهدة، ويا رب تكون استمتعت. سلام.